في يوم من الأيام في بنت كانت جعانة جدا ومش معاها فلوس. دخلت مطعم وقعدت تاكل من بواقي الأكل بتاع الزباين. صاحب المطعم أول ما شافها قال لها استني، انت بتعملي ايه؟ ما ينفعش تاكلي مكان حد. وشال من قدامها الطبق ودخل جاب لها طبق مكرونة وحطه لها قدامها. البنت كانت بتاكل بسرعة، واضح جدا انها جعانة جدا جدا. هنا قال لها هو انت ايه حكايتك؟ قالت له بصراحة انا جيت علشان ادور على شغل هنا، كل فلوسي خلصت، ما بقاش معايا حاجة خالص ومش لاقية شغل ومش عارفة اعمل ايه، ليا 3 ايام ما اكلتش. قال لها كلي براحتك، ولو لسه جعانة اجيب لك كمالة وما تشيليش هم. جاب لها فلوس وقال لها خدي الفلوس دي يا ريت تحاولي تبداي بيها مشروع جديد. فالبنت شكرته جدا جدا وقالت له جميلك عمري ما هنساه واكيد هردهولك في يوم من الايام. وعدى 3 سنين والبنت فلت مشروع وبقت غنية جدا وافتكرته وراحت علشان ترد له الجميل، ما لقيتوش. سألت اللي موجود في المطعم قال لها للأسف والدته تعبت جدا فاضطر انه يبيع المطعم علشان يكمل لها العلاج. فادها العنوان، بقت تسأل عليه في كل مكان لغاية لما وصلت لحد بيته. لقت البيت عليه قفل ومفتاح. مشيت خطوتين لقيته قاعد بيعمل أكل وبيبيعه في الشارع للناس. قررت انها لازم تساعده وانها ترد له الجميل وترجع له مطعمه. ربنا مش بينسى حد، واللي بيعمل خير بيلقاه. صلوا على النبي في التعليقات.